نزل خبر دلوقتي عن موظف من أسيوط. الموظف ده في ناس بتقول شغال في المحكمة، وفي ناس بتقول شغال في التأمينات، وفي ناس بتقول إن هو شغال في الآثار. بس لغاية دلوقتي هو مكتوب إن هو موظف، مش معروف هو شغال في أنهي مكان بالظبط. أيا كان إيه، فهو عمل إجرام. إيه الإجرام اللي عمله؟ إن هو كان في حوزته 1118 قطعة أثرية في بيته، باين على ما أعتقد. وإن الشرطة لما خدت خبر بالموضوع ده راحت قبضت عليه بالآثار اللي معاه. طبعا الموضوع ده أنا ضده كله، مش ضد إن هو اتمسك، لا، أنا ضد إن هو يتاجر في الحاجات دي، لأن الحاجات دي مهمة. هتقولوا لي مهمة ليه؟ هقول لكم يا جماعة، أمال هي بتتباع ليه؟ ما هي الحاجة اللي بتتباع ذات أهمية، فبالتالي لازم تعرفوا إيه الأهمية اللي ورا بيع هذه القطع. وزي ما انتوا شايفين هي شكلها مقبرة كاملة لأسرة، وكمان أنا شاكة إن دي موميا الملك، ودي ساعتها هتبقى مصيبة لأن الوضع ده وضع ملكي. بس الموضوع ده هيختلف على حسب الزمن بتاع الشخص ده، لأن كان في مرحلة اللي هي العصر المتأخر والعصر اليوناني والروماني، الأشخاص العاديين بدأوا يظهروا بهذه الوضعية، مع إن الوضعية دي في عصر الدولة الحديثة كانت بتاعة الملوك فقط، ما ينفعش حد يعملها بالشكل ده، كان ليهم وضعيات تانية. بس طبعا في الحتة اللي ما بيبقاش فيها دولة قوية بتبقى الحكاية سداح مداح يعني. بس لو الموميا دي حطوا عليها علامة استفهام، واللي زود عندي علامة الاستفهام ايه هي؟ التابوت ده، الأشابطي ده. مش عارفة إذا كان ده أشابطي ولا ده تابوت، يعني هل اللي جواه ده شخص طفل، ولا هل ده أشابطي، أو ولا هل ده أزير؟ يعني أنا عايز أعرف إيه القطعة الأثرية دي، لأن القطعة الأثرية دي برضو ملك الملك، لأن الوضع بتاعها وضع ملك، ما ينفعش تعمل لأشخاص لأنه ماسك الشارات الملكية. فالمقبرة دي مش زي أي مقبرة، والضبطية دي مش زي أي ضبطية. وباين بقى طبعا التوابيت التانية المرافقة والتماثيل المرافقة للمتوفى، وكمان عملات، والعملات دي عصور أحدث شوية من العصر الفرعوني، وآثار كتيرة جدا. يعني هو الراجل ده كان عامل مخزن وبيجمع أكبر قدر ممكن. بس الموميا دي موميا مهمة، لازم نعرف جت منين وطلعت منين علشان نعرف المقبرة، لأن المشكلة مش في الموميا، احنا عايزين نعرف المقبرة اللي طلعت منها هذه الموميا، وكمان الرسومات اللي عليها، لأن دي مهم. ده لو أنا طلع كلامي صح. فالموضوع ده يا جماعة هنفضل هنعيش ونموت وهيستمر هذا الوضع، مش ملك الرئيس معين، مش ملك الملك معين، لا، الشخص هو اللي بيبيع. المافيا أنا ذكرتها قبل كده في أكتر من بوست إنها ظهرت من أيام بلزوني، يعني من 3-4 قرون فاتوا، وراحت حكومة وجت حكومة، وراح رئيس وجا رئيس، وراح ملك وجا ملك، وما زال هذا الأمر مستمر وهيستمر. بس أنا عايزة أوضح لكم يا جماعة، أرجوكم ما تبرروش هذا الفعل، ما تقعدوش تقولوا أصل الحكومة هتبيعها، أصل هو لو ما باعهاش فلان هيبيعها. انا الناس بتتاجر في المخدرات والناس كلها بتبيع مخدرات، انا هبيع مخدرات زيهم؟ الضمير بيرجع للشخص. فبلاش التبريرات الخايبة دي، الشخص ده اخطأ ولازم يتحاسب، وغيره لازم يتحاسبه، وما نبررش هذا الفعل، لان فعل مش حلو، مش كويس ليك والمستقبل بلدك. يا جماعة افهموا، الموضوع مش مسألة جثث، ومش مسألة حجارة، ومش مسألة كفرة، الموضوع أكبر من كده. وفكروا كده ليه الحاجات دي بتتباع، وهنعيش وهنشوف حاجات تانية. في بقى نقطة أنا عايزة أتكلم فيها، إيه هي؟ شايفين انتوا من أسيوط طلع منها إيه؟ كلكم مركزين مع الأقصر، كلكم مركزين مع سقارة، محدش فيكم مركز مع مصر الوسطى، اللي هي أسيوط، اللي هي بني سويف، اللي هي المنيا، اللي هي قنا، اللي هي سوهاج. أكتر آثار كانت في المكان ده على فكرة، لأن مهما كانت الأقصر كبيرة فهي ظهرت في الدولة الحديثة. أما المناطق اللي أنا بقولكوا عليها دي، من أول ما المصري قال صباح الخير على أرض مصر لغاية لما قال مساء الخير على أرض مصر، كان عايش في المناطق دي. فالكمية الآثار الموجودة في مصر الوسطى دي لا تتخيلوا عددها، عددها يفوق الخيال عشان تكونوا عارفين، وآثارها مميزة جدا. فكويس ان موقف زي كده حصل في اسيوط عشان تعرفوا ان المناطق دي متسابه. صح، ونسيت احط بني سويف كمان، بني سويف ملغمه بالاثار.